ما اتخلقتش عشان نخلينا نكسل. انا قاعد في اوضتي المتواضعه اني مش عاجبني الخلفيه بتاعتي، اعمل كده. عزيزي المشاهد، احنا كبشر بنحب المنظره. زمان كان الفنان علشان يثبت ان هو عبقري كان يروح مثلا يصور في ايطاليا في استوديو هناك، او حتى يكريت لوكيشن مثلا بالاف الدولارات. لكن دلوقتي يا بوب انا قاعد في اوضتي المتواضعه وقررت اني مش عاجبني الخلفيه بتاعتي، عادي كئيبه وساده كده ما فيهاش سنس. هل بقى الارت دايركتور اللي جواها يسكت؟ لا ابدا. فقررت بقى اعمل ايه؟ اعمل كده. اللي انت شايفه ده بقى يا معلم ده مش سحر، دي حاجه اسمها جينيريتيف بينتنج. الاي اي دلوقتي ما بقاش يقص الخلفيه ويبدا ان هو يكريت او تحط انت الحاجات اللي انت عاوزها، ممكن يكون شكلها مش رياليستيك او واقعي. لا، دلوقتي الاي اي بقى بيعمل هلوسه ذكيه بمعنى صح. مجرد ما بتديله الوصف اللي انت محتاجه، والله انا محتاج 1 2 3، بدأ ان هو يتخيل الاضاءة والظلال والالوان والايدجز بتاعت كل حاجة. الاضاءة مثلا جاية من اليمين فطبيعي ان الظل هيكون في الشمال، وبدأ يعمل كل ده. حتى المنظور بتاع التصوير بدأ ان هو برضو يفهم ان ده متصورة من فوق، فبدأ ان هو يديك كل حاجة رياليستيك 100%. الموضوع مش بس شكله حلو، القوة الحقيقية هنا بقى اننا كسرنا حاجز الميزانية. زمان كنت محتاج مهندس ديكور ونجار وبلا بلا بلا، دلوقتي كل اللي انت محتاجه انك تكون عندك نت وخيال بس. يعني انت متخيل دلوقتي ان احنا نقدر نوسع الكادر اكتر فالحوار عبقري. طب يا عم مؤمن، هل كده احنا مش محتاجين معدات؟ هقول لك لا بقى، الاي اي شاطر جدا بس مش شاطر في الفيزياء، فلازم انت تحاكي الجو اللي انت عاوز تخلقه بالاي اي بالمعدات اللي معاك. والله عاوز الشباك اللي ورايا يكون مثلا فيه ضوء شمس، فما ينفعش يكون اضاءتي لونها ابيض، تكون حتى ورم شويه. الاي اي مش ساحر، هو بس بيكمل اللي انت بداته. هو في الاخر يا برنس ما اتخلقتش عشان نخلينا نكسل، بل علشان تديك بونص زياده تخليك حد اشطر من المعتاد بتاعك. فلو عاوزيني اشرح لكم ازاي عملت الحاجات اللي ظهرت ورايا في الباك جراوند، اكتبوا لي في الكومنتس انكم محتاجينها وانا هنزل عنها فورا. والعلم اي حاجه زائد 18 ما بتتحطش. اسمع مني. المهم انا عاوزك تقول لي ايه اللي ممكن اضيفه في الباك جراوند بتاعتي دي علشان يبقى الشكل افضل. يعني ما تنساش تعمل لايك وفولو سبسكرايب، اي حاجه يعني، اي زرار يقابلك يا عم اضغط عليه، اعمل لي بلوك يا عم. يلا سلام.